ورحمة الله. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. جاي اليوم رد على موضوع بعد 5 سنين تقريبا ويمكن أكتر شوي. كان أكترية التعليقات أنا اللي شاهدها وأكترية الكلام حتى من الناس المقربة لإلي. على سبيل المثال مثلا مرة أخي قال لي ليش ما بتشحن سكنات مثلك مثل بقية اليوتيوبرية؟ يعني ليش ما بيكون عندك انت شخص مشهور كتير وانت شخص يعني أكتر الناس اللي عندك متابعين باللعبة، فليش ما بتشحن سكنات وليش ما بتفتح باكيجات مثلا؟ على سبيل المثال انتوا بتعرفوا انا حسابي ضعيف بالنسبة للسكنات مقارنة بغير ناس. يعني بتشاهد كنت يوتيوبر مثلا عنده 20,000 حسابه أقوى من حسابي، بيكون على بثه مثلا 300 واحد تلاقي حسابه أقوى من حساب ابن سوريا بكتير بالسكنات. عنده سيارات كتير أنا شخص عندي بعض السكنات ومو كتير. وعلى فكرة أنا أكترية سكناتي كانت من الشركة، يعني الشركة تعطيني شدات وكانت تعطيني تقريبا 4500 دولار على الفيديو مقابل اني انا انزله عندي بقناتي، فافتح على باكج معين كان نازل. استمريت مع الشركة لشغل لفترة محدودة، ولكن كان عندي فكر مختلف انا بخصوص هذا الموضوع وما ردت انه يكمل الشغل بيناتنا، وحتى هن اللي ما رادوا كمان. ليش؟ لاني انا رفضت كمية كبيرة من الاعلانات، وكان اذا في حال انت بترفض كمية كبيرة من الاعلانات ما بتعملها فالشركة ما بتستمر معك بالعقد اللي بعده. انا هي كانت غايتي والله انه هن ما يستمروا معي. اشتغلنا مع بعض فترة محدودة وما استمرينا، ما جددنا العقد. فالفكرة تبعيتي شو هي؟ وجهة نظري انا بخصوص هذا الموضوع شو هو؟ وليش انا بينقال عني ابو نجيب؟ وليش بينقال عني بخيل؟ وليش بينقال عني اني ما بصرف؟ وانا وين اليوم؟ والناس اللي شحنت وين اليوم؟ شوفوا الناس كيف بتحسبها واليوتيوبرية كيف بيحسبوها. كل انسان له رزقه، كل انسان له شغله، كل انسان عنده وجهة نظر خاصة فيه، هو حر التصرف. انا اليوم عم بتكلم عن نفسي، انا كيف بحسبها وكيف الطريقة اللي بفكر فيها. بتيجي الشركة بتعطيني مثلا 200 دولار يو سي، برجع انا بشحن من عندي 200 دولار يو سي. هي اذا في حال انت ما عم تاخذ مبلغ، هدول الاشخاص يلي من عندهم بس بيشتغلوا. انا ما عم بحكي كسامر انا كنت اخذ 4000 على الفيديو، لا، عم بحكي الشخص يلي ما بياخذ مصاري على الفيديو، بيشحن هو ب 200 دولار والشركة بتعطيه 200 دولار، بينزل الفيديو على اليوتيوب بيجيب له الفيديو 600 دولار 700 دولار، فهو بيطلع كسبان السكن وكسبان ال 300 دولار. انا ليش ما كنت افعل هيك؟ وليش ما كنت سوي هذا الفعل؟ شو الفكرة يلي ببالي؟ الغرض الأساسي من ترويج الشركة للسكنات هو أخذ مصاريك أنت. المصاري اللي بجيبتك بدنا إياهم، هاتون. هي الفكرة. الفكرة الأساسية هي الصرف على السكنات، وأنا كنت شخص ضد الفكرة للترويج لهذا الموضوع من باب الإسراف ومن باب التبذير ومن باب حتى تضيعة مصاريك أنت. فأنا كسبان، بس شو خسران؟ أنا خسرانك أنت اللي عم تصرف. والله أنا كان ضد عقلي إني أعمل فيديو فتح سكنات بسبب المتابع ما يروح يشحن. انا معي مصاري، بس الناس الله يعينها منتوفه، الناس اللي عم تتابعني، فما بدي اياهم يروحوا يضيعوا مصاريهم على شحن السكنات. رح يجي يوم من الايام هي اللعبه رح توقف، مثل ما هلا انا وقفتها وحسابي واقف. حسابي لا بدي بيعه ولا بدي العب اللعبه. طيب الشحن اللي انا شحنته لو من وقتها لهلا شاحن كان عدى ال 100,000 دولار، طب انا مو حق فيها؟ حتى باخر الاوقات انا حتى الرويال باس ما بقى شحنته، ما بقى من تقريبا يمكن من رويال باس 20 انا ما عاد قربت عليه ولا فتحته ولا بيهمني. فقط همي بس هو اللعب بهي اللعبة، لا اكتر ولا اقل. طب حسابي هلا حاليا واقف، وانا واقف من اللعبة وقفتها. طب مين الكسبان بعد 5 سنين؟ مو انا؟ المصاري وين؟ معي، انا حر التصرف فيها. احسن ما احطها على سكنات. اليوم كتير بتلاقي حسابات بتلاقي عنده 5 يو ام بي، 5 ام 4. طب ليش؟ حتلعب فيهم كلهم؟ انت اخر شيء حتلعب بسكن واحد. طب ليش هالتبذير وليش هالاسراف وليش هالشحن هذا كلياته؟ مين اللي بيكسب بالنهاية بعد 5 سنين؟ هل انا معي حق ولا انا طلعت الغلطان؟ كلكم راعي وكل راع مسؤول عن رعيته، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. طب انا مسؤول، اذا بدي روج لهذا الشيء انا اللي احاسب عنه. تضيعة اموال الناس شغلة مو سهلة.